الله يرحمه. ربنا يرحمه. الصوره الثانيه مع المستشار مرتضى منصور. بحبه جدا لجرأته وشجاعته. اتعاملت معاه على المستوى الشخصي وانا في نادي الزمالك. كنت منتظر منه اللي هو يجدد معايا، وقعدت طالبت اللي انا اجدد قبل ما اروح الاهلي. عايز تجدد في الزمالك؟ كنت عايز اجدد، بس انت عارف كان الزمالك وقتها ابن النادي بقى، وخليه شويه العشم اللي جاي من بره هو اللي بياخد فلوس وما بيلعبش، وانا اللي بخدم النادي وبلعب ومفيش تقدير. خزرك يا كابتن في عدم التجديد ليك؟ بعد ما مشيت، انا مشيت في عهد الاستاذ ممدوح عباس. بعد ما مشيت الاستاذ مرتضى بقى ايه، ما هو الواحد ما بيحسش بقيمه الحاجه لما بتضيع منه. هو طبعا عشان الراي العام وجمهور الزمالك زعل جدا وبدات اتهاجم، فهو عايز يوري للمجلس ده انتوا اللي قصرتوا، ما كانش هو موجود وانا ماشي. تمام. بس هو كان في ايده وانا موجود، كان جدد لي من بدري. فبعد ما انا مشيت قال لو انا موجود كنت جددت له. طب ما انا كنت معاك من الاول، فاهم؟ لكن هو على المستوى الشخصي انا بحبه وجرأته، عارف طريقته، عارف في حاجات كتيره، لكن انا بحبه طبعا وبتمنى له كل التوفيق يعني. شوف الصوره الثالثه، رمضان صبحي. اثر في حق نفسه، زعلت عليه لما مشي من النادي الاهلي. عنده موهبه كبيره. اللي ظلمت نفسها. طبعا يعني بص، كل واحد بيفكرها بدماغه. يعني مثلا في ناس تقول لك ايه، هو فكر الفلوس. انا معاك عرض مغري وكل حاجه من بيراميدز، واكيد استفاد من وراه، والا ما كانش خد الخطوه دي. لكن النادي الاهلي خسر حاجات كتير يا كابتن. خسر بطولات، خسر يعني. رمضان النهارده بقى له قد ايه مشي من النادي الاهلي؟ 3 سنين حوالي او سنتين. ما خدش بطوله. انت النادي الاهلي لو اللي ماشي من قدام السور بياخد بطوله. كذا بطوله. فرمضان للفتره دي لو كان قاعد في النادي الاهلي كان زمانه خد له مثلا بتاع 15 بطوله في السنتين دول، صح ولا لا؟ غير حب الجماهير يا كابتن غير حب الجماهير. خسر، بس هو في الاول وفي الاخر قراره. لكن الحريه طبعا في قراره. ايا كان هو لعيب كويس، عنده امكانيات هايله، ده مستقبل للكره المصريه. اتمنى اللي هو يحافظ على نفسه ويرجع للمنتخب. تراجع شويه عن اكيد طبعا. بص الجمهور عليه عامل. بيراميدز امكانيات ومتوفر لهم لبن عصفور وفلوس وكل حاجه، لكن الجمهور رقم واحد. بتلعب بارتياحيه غير لما بتلعب وعليك لود. في ظهرك تقدر طبعا، في ظهرك وبيديك قوه. ورمضان شوف اداؤه في بيراميدز عامل ازاي، وشوف اداؤه لما كان في النادي الاهلي. المنتخب يا كابتن، مش المنتخب بره. انت من ساعه ما راح بيراميدز ما راحش المنتخب. بره المنتخب، سيبك من الفلوس، صح؟ وهو في النادي الاهلي كان نجم في المنتخب. عشان اداؤه ولا عشان الجمهور هو اللي بيديك الباور. انت هنا خلاص ريلاكس، بلعب بارتياحيه. ولا عشان في احمر وابيض في الاختيارات في المنتخب؟ لا بص، منتخب مصر بعيد عن الاحمر والابيض، بيبقى فيه توازن، بيحاول يعمل توازن. لا انا مصلحتي في كل شيء، فمصلحه مصر في كل شيء. لازم مدرب المنتخب ايا كان مصري او اجنبي. انت يا كابتن بعد الاعلاميين الايه؟ الاعلاميين بيضغطوا دايما مع لعيبه الاهلي والزمالك، لكن مفيش اعلامي واقف في ظهر رمضان صبحي. بس عايز اقول لك على حاجه، كل الناس والنقاد كل الناس زعلانه على رمضان. ليه؟ بغض النظر هو بيلعب فين، لكن عشان امكانياته الناس كلها زعلانه اللي ده ما يبقاش في منتخب مصر، صح ولا لا؟ صح. ده مأثر في حق نفسه، فده لازم يبقى في منتخب مصر عشان امكانياته تؤهله. يعني في لعيبه تانية اقول لك لا ما يستحقش يلعب في منتخب مصر، لكن رمضان يلعب في منتخب مصر. شوف الصوره طيب يا كابتن اللي بعدها، كابتن رضا بقى. كلمه لكابتن رضا. انا بحبه جدا، ده حبيبي انت بتحب الناس كلها يا كابتن. انا الحمد لله ماليش خصومه مع حد يعني. بس احنا عايزين نوصل تعليق للجماهير. انا بقول له اهدى شويه، بس الناس كلها طبعا في ناس كتيره زعلانه منه، لكن عايز اقول لهم اللي ده خلاص دي طريقه الكابتن رضا، وكابتن رضا ليه وجهه نظر، فهو من حقه اللي هو يقولها، اللي يزعل يزعل بس. لكن الكابتن رضا ده نجم كبير يعني، وانا بحبه جدا يعني. كابتن معتز، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. عاوز محمد، ومين اللي قال لي مع المستشار ان احنا اتكلمنا عليه او عرضنا صوره؟ ده فندم ازاي نبقى ببرنامج ونعرض صوره وحد يبلغه؟ ازاي يا استاذ محمد؟ هيعمل مداخله ازاي طيب؟ يعني ارجع احاول نستقبل مداخله؟ ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، ومعانا اتصال هاتفي. الو، السلام عليكم، مع المستشار. ايوه يا بيه، ازيك يا ابو لاسم؟ ازيك مع المستشار؟ ازيك يا اخ معتز؟ معالي المستشار، ازي حضرتك؟ وانا خذلتك فيا يا معتز؟ خذلتني؟ لا قول لي، لو ممدوح عباس مسلطك قول لي يا بيه. لا انا ما حدش بيسلطني. امال انت بتهرج؟ مع المستشار على فكره هو يا بيه استنى من فضلك. اول تعليق قال ان هو بيحبك وبيحب ولد حضرتك. محترم، وعماله تقول لي يمين وشمال، هو داخل شايط، هو فيها عينه تاني. ده انا اول الحلقه قلت اللي انا بحبك.
مع احترامي ليك، هو مين اللي عملك؟ اللي عملني ربنا. ايوه طبعا ربنا، ما عنديش مشكله، انما انا اللي وقفت جنبك وشجعتك، ولما العيال اللي كانت بتطلع تهاجمك انا اللي وقفت لهم وقلت دون مشي من النادي بسبب الاداره. تمام. انما هتطلع تتهرج؟ على فكره يا على معالي فكره المستشار، الاسد ما بيخافش يا معتز. انا عايز اقول لك اللي انا والله بحبك وبحترمك يا بيه مع جدا، احترامي ليك، مع معلش وانا مشكلة. حضرتك يا راجع بيه. الحلقه وشوف يا انا بيه قلت انا مش ايه. راجع، الواد متصل بيا بيقول عليك مش يا عارف معالي ايه، المستشار على فكره وبيقول لك كابتن اللي هو معتز ما يقصدش خزني. اللي قاله، هو هو كله هو اتكلم هيهرج. عادي وما كانش يقصد الكلام اللي قاله. لا يا بيه مع احترامي ليك يا ابو القاسم تاني. ده معالي وانتوا المستشار نسيتوا وصل أنا لك مين؟ رساله غلطان في توصيلها، هو ما قالكش الصوره يا صح. بيه رسالة. كابتن معتز هو اللي بلغك مع بالرساله بعض. هو اللي بلغك بالرساله قال لك ايه؟ يا بيه بيقول لي معتز، يا بيه بيقول خزني، وبيقول ضيع النادي، انت بتهرج؟ مين اللي ضيع النادي؟ انا قلت يا كده؟ بيه ده لا، البطولات ممكن ما كانش كلها يقصد، في انت عز قلت كده تقريبا. على فكره اللعيبة انا اقول كلها من اللي انا جايبها. كنت منتظر اللي انا اجدد. انا قلت اللي انت حضرتك كنت عايز اجدد، وياما ناديت اللي انا اجدد في وجودك، بس كان ابن النادي دايما انت مهدور كابتن حقه. معتز برضه لا يا بيه انت جيت لي قلت لي معالي عايز المستشار اجدد. وكابتن معتز قال ان حضرتك كان في ايدك تجدد له بس ما جددتلوش، انت قلت كده. لا يا بيه كابتن ما معتز. حصلش، ما حصلش يا اينو. لا حصل. ده تهريج. لا ده حصل. بتدل عليا. لا حصل وجيت لا لك ما المكتب. حصلش. لا حصل. لا ما حصلش. لا بقول حصل لك. وجيت لك المكتب وتعادل. وما قابلتنيش. لا تعادل يا بيه، انت بتهرج. لا ما وانت بهرجش. فاكرني فين؟ لا ما لا بهرجش. الاسد موجود إيه؟ وانا جنبك.